قرية الكوم قرية كردية تتبع إداريا محافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد. من عشائر الجبل موشان، عوجان، كيخية، شيخان، وبينهم أيضا عشيرة رشوان. موشان أي بالأصل هم من مدينة ومنطقة موشان الكردية في شمال كردستان أو تركيا بين قوسين، وكيخية أيضا كي هو الشخص ذو الشأن والمكانة الاجتماعية العالية. عدد سكان قرية الكوم حوالي 1000 شخص، كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني، حيث كانت جمعية الاتحاد والترقي تحارب اللغة الكردية، فتأتي الحكومات السورية المتعاقبة الشوفينية وتكمل مشروع جمعية الاتحاد والترقي، فتختفي اللغة بين أهلنا في كامل الجبل وقرية الكوم. يعمل أهل القرية بالزراعة. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل وفي قرية الكوم لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الكوم.